نبي الله يوسف عليه السلام هو أول شخص تمنى الموت. أمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هي أول أمة تدخل الجنة. صلاة الظهر هي أول صلاة صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم. نبي الله نوح عليه السلام هو أول من قدر الساعات الاثنى عشر المعمول بها حاليا، وذلك في السفينة ليعرف مواقيت الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم هي أول ما أنزل من التوراة. إسماعيل عليه السلام هو أول من ركب الخيل. كعب بن لؤي هو أول من سمى يوم الجمعة بهذا الاسم. إسرافيل عليه السلام هو أول من نطق بسبحان ربي الأعلى. نبي الله إدريس عليه السلام هو أول مخلوق خط بالقلم. أول آية نزلت من القرآن الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق، وآخر آية نزلت من القرآن الكريم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله.